يا مساء الهنا والورد والفل والياسمين على احلى واجمل خوات. النهارده هعمل لك احلى واجمل صينيه سردين، طعمها جميل جدا وتحفه، والخلطه بتاعتها كلها مميزه. تعالي بقى اقول لك الطريقه اللي هتعمليها بيها، وبخمس دقايق تاكلي احلى واجمل غدا وانت واقفه كده. مش هتاخد دقيقتين في الفرن، ولا هتاخد دقيقتين وانت بتعملي التتبيله بتاعتها. هاتي هنا حبه توم، وكمان زي حبه التوم كده لازم اساسي طبعا الفلفل، طبق الفلفل الالوان اللي انتوا شايفينه ده، فلفل اخضر فلفل احمر وليمون والكوب الحلو المكلبس ده، والبهارات بتاعتنا. يلا بقى هاتي الهوم بتاعك، هاتي الكبة، هاتي اي حاجة، اي حاجة انت بتدقي فيها التوم بتاعك هاتيها. تعالوا بقى هنا مسهل عليا المشوار، عشان أنا زي ما قلت لكم مستعجلين والاكل بتاعنا مش هياخد دقيقتين، فعشان كده انا جبت الكبه. طبعا لو مش مستعجله هجيب الهوم بتاع زمان كده وهديه. انا هنا مستعجله، يبقى الكبه بتاعتنا عشان تنجز معانا الوقت، وكمان هنا هتوفر معانا الزيت، وكمان هتوفر معانا المجهود، يعني ولا تتعبي قلبك وتفضلي تقلي وتتعبي نفسك، ولا الكلام ده كله خالص. مجرد ما تقلبيهم في التتبيله هتاكلي احلى واجمل صينيه سردين، طعمها جميل جدا وتحفه، والطريقه لذيذه جدا. انا هنا بقى هاخد معلقه واحده كده اهو، يعني هعمل معلقه، يعتبر انا باخد بالحبه، يعتبر معلقه هرميه مليانه كده، لان حراق جدا ومشطشط. طبعا انتوا عارفين الفلفل الاحمر مشطشط. وكمان انا هحتاج هنا الايه، الفلفل دوت كله. عندنا سلطه وعندنا بابا غنوم وعندنا رز، لسه في حاجات كتير فهنحتاجه، هنركنه على جنب. خدنا هنا معلقه كبيره هرميه، وجبت هنا حطيت التوم. وهنا يا جماعه طالما سردين سمك، اي نوع سمك يبقى توم. كتري التوم، كتري بلاش تستخسري. التوم بتاعنا لازم تكتريه في السمك بتاعنا والسردين بالذات، عشان يديكي طعم حلو. نزلنا بكل التوم بتاعنا. هاجي هنا بقى بالفلفل دوت. انا هنا الفلفل ما حبيتش اهرسه في الكب خالص، لان انا عايزه اقطعه تقطيع كده مكعبات صغيره كده شرايح، عشان لما اجي احطه في صينيه السردين بيديكي في الاخر شكل حلو. لو انت مسكتيه هنا وحطيتيه مع الفلفل الاحمر هيبقى شكله مش لطيف خالص. انا هنا عشان ادي شكل حلو. الفلفل ده طبعا حراق جدا، طبعا انت عايزه حراق عايزه بارد براحتك جدا. بس نصيحة مني، صينية السردين دي ما بتتاكلش الا لما تكون مشطشطة، بتدي طعم مميز كده لما يكون فيها ايه، لسعة شطة كده حلوة. طبعا الليمون بتاعنا هنا، هنزل بالليمون بتاعي الاصفر الحلو دوت مليان مية. وطالما سمك سردين كترت الليمون. الليمون يا جماعة روح السمك، كل ما بتكتريه بيديكي طعم حلو جدا. نزلت بالثلاث ليمونات كلهم. وتعالي بقى هنا معلقة صغيرة، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، معلقة كزبرة، نص معلقة كركم، ومعلقه ملح، المعالق الصغيره اللي هي بتاعت الشاي. هقول تاني: معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، نص معلقه بتاع ده، كركم اللي هو الاصفر. هنزل بقى بالتتبيله بتاعتنا. طبعا الكزبره والكمون اساسي يا جماعه في السمك، بيخلي السمك حاجه تانية. لو ما فيش فلفل اسود ممكن تستغنى عنه، بس ما ينفعش تستغني ولا عن الكزبره ولا عن الكمون. انا هنا ما ينفعش ارص فوق بعضه نهائي، لازم لما تيجي تعملي السمك بتاعك او السردين او اي نوع سمك ما ينفعش تحطيه فوق بعضه. بالذات السمك والحاجات دي بتبقى طريه جدا، لما بتلمسي النار بتتهرى منك، بتلاقيها كده استوت معاكي هتبقى معجنه. فانت لازم تخلي النار بتاعتها من فوق ومن تحت على سمكيه واحده، ما ينفعش سمكتين فوق بعض. ترصيهم رصه حلوه كده، والزياده هتجيبهم في صينيه تانية. انا هنا كان عندي في سمك تاني وكان في صينيه تانية، فرحت جبت الزياده وحطيته في الصينيه التانية. لازم الشكل ده، ما ينفعش احطه فوق بعضه. تعالي بقى ولعي نارك، النار بتاعتك تكون من فوق ومن تحت، تعليها وتقفي قدامها كده دقيقتين. مش هتاخد معاكي دقيقتين، ما تسيبهاش لان هي بتتلسع معانا، لان احنا هنا ما عندنا السوائل خالص. يا دوبك حاجه بسيطه، السمك بتاعنا او السردين بتاعنا لحمه طري، ما بياخدش وقت على النار نهائي. مجرد ما تقفي قدامها كده يا دوبك دقيقتين، بتلاقيها احمرت من فوق واحمرت من تحت كده، وادتنا اللون الذهبي، تعرفي خلاص اللي هي استوت من جوه وبقت زي الفل. لو انت طولتي عليها التتبيله كلها اللي احنا حطيناها هتنشف معاكي، وهتبصي تيجي تاكلي مش هتلاقيها حلاوتها وطعمها لما تمسكي التتبيله كده وانت وبتاكلي. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسيش اختك حبيبتك تعملي لي احلى لايك.